بس هو كان دايما كده الشيطان بيدخل البني ادم من حته كده، طب ده فلان خلف، طب انت ليه ما تخلفتيش؟ اهلا بيكم، تعالوا نسمع مع بعض صاحبه مشكله النهارده بعتة وبتقول لنا ايه. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ انا مشكلتي كلها انا وقت ما اتجوزت كنت اتاخرت عن الحمل وكده، ما كانش في حمل وكده، وما كانش في حاجه من دي خالص. كان بيجيلي الشيطان كان بيدخل من الحته ده حته تانية بقى، اللي هو اختك خلفت ومش عارفه ايه، وانت لا. انا ما كانش في نيتي حاجه خالص، ولا انا معترضه على قضاء الله وقتها ولا في اي حاجه خالص. بس هو كان دايما كده الشيطان بيدخل البني ادم من حته كده، وانا ما كانش فيه انا كنت راضيه الحمد لله. بس كان بيدخل من حته طب ده فلان خلف، طب انت ليه ما تخلفتيش؟ انت ليه ما حملتيش؟ كانت اختي دي ولادها يعتبروا حتة مني. أول ما شفته أول ما حسيت هو حتة مني ولاد أختي. الشيطان كان بيدخلها لي من هنا لحد ما حصلت حادثة لابن أختي اللي هو كان أصغر ولد. هما كانوا ولدين، وكان أصغر واحد ده كان ما شاء الله ما شاء الله الله يرحمه، متكلم جدا وحبوه بشوش وشه دايما بيضحك. حصل لي حادثة وكده، وكان خلاص خلاص الله أعلم. بس أنا من ساعتها أنا حاسة إن في حاجة غلط. أنا ممكن أكون حسدت أنا مقصورة. طب انا ما اتكلمتش في حاجه، وكان كل الموضوع ان الشيطان كان بيجيبها لي كده. بس انا عمري في حياتي ما تخيلتش نيتي خالص ولا كده. انا مش عارفه وبأني بنفسي انا الحمد لله بصلي، والحمد لله برضو ربنا رضاني بطفل وكده. بس انا دايما الموضوع ده جاي معايا، انا حاسه بالذنب في حاجه، بس انا مش عارفه أو هو ده عمره، ولا انا اللي فيه حاجه غلط، وقتها انا اللي ممكن اكون بصيت له بصه او حاجه. انا كنت دايما انا اما كنت بشوف حاجه اقول ما شاء الله اللهم بارك. بس هو الولد الله يرحمه كان وشه بشوش، كان كل اللي يشوفه ده فيه كذا، ده اخوه الكبير مش كده، ده بيعرف يتكلم، يعرف ياخد حقه. الكبير كان طيب قوي، فده اللي كان واخد العين والناس دايما عينها عليه. فانا مش عارفه هي المشكله فيا انا وقتها، عشان انا ما كانش لسه في نصيب في الاطفال وكده، وممكن اكون حسبت بدون قصد وانا ما اعرفش، ولا ده عمره وخلاص. هو ربنا قدر ان ده يحصل لي عشان خلاص عمره كده. انا مش عارفه، كنت محتاجه بس الرد، وانا من ساعه الموضوع ده وانا مش عارفه كنت محتاجه الرد اللي يريحني، وفي نفس الوقت لو في حاجه ان انا اعملها او اطلعها او اي حاجه من دي، ممكن برضه حد يرد عليا في حاجه. شكرا. وزي ما سمعنا مع بعض مشكله النهارده، انا حابه اقول لك ان دي حاجه بتاعت ربنا، فانا مش حابه ابدا ان حضرتك تشيلي نفسك ذنب انت مالكيش اي ذنب فيه. كان عاجبك بقى وكنت انت بتتمني ان ده يكون ابنك، وده في نفس الوقت ابن اختي، فاكيد هخاف عليه. وارد جدا ان هو يكون حتى لو في حسد، لان الحسد مذكور طبعا في القران، انه ما تكونش مثلا انت اللي حسدتي. ما هو حضرتك بتقولي كل الناس كانت بتحب الولد ده، في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، كلها اقدار. طلعي مثلا صدقه على روحه، احنا ممكن نعمل ده من باب ان احنا بنتصدق على روحه، او دي حاجه احنا بنعملها له عن حب. كل ما بتفتكريه اقري له الفاتحه، حاولي ان انت تترحمي عليه طول الوقت، حاولي تهدي اكتر من كده. الموضوع مش مستاهل ابدا ابدا، هو عمره، فانت ما عليكيش ابدا اي ذنب.